ايوه يا منال. ماما لسه متصله عليا حالا بتقولي انك لسه ما نزلتيش لحد دلوقتي. خير؟ تعبانه؟ احنا عندنا حريم بتتعب. تعبانه عندك ايه يا حبيبتي؟ شويه برد؟ طب بصي يا حبيبتي، عشان اقولك بس على حاجه، انا من بكره الصبح ممكن اتجوز واحده تخدمني وتخدم اهلي كويس جدا وتشيلهم فوق راسها، وخليكي تعبانه مش في مشكله. اخواتي؟ وايه اللي جاب سيرتي اخواتي دلوقتي؟ اخواتي البنات كل واحده وراها مصالحها ومشاغلها، وحضرتك جايه هنا عشان تخدميني وتخدمي اهلك. لا يا ماما، انا اهلي فوق راسك ومامتي فوق راسك، وعايزه تعرفي ولازم تعرفي كويس جدا. لا 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 لا، لا ما عنديش انا كده. بعد اذنك لو سمحتي، وانا بقول باحترام اهو، تنزلي لو سمحتي تحت حالا تشوفي ماما عايزه ايه، وبعدين بتطلعي تعبي براحتك. يا اما والله العظيم هطلعك وارميكي الكلاب ستيكر واجيب 10 غير، ولا 4 عشان الشر. عادي يا ماما، الحمد لله الواحد مقتدر ويقدر يعمل اللي هو عايزه، وهتخدمني وتشيل اهلي في عينيها. يلا يا ماما، 5 دقايق بالظبط والاقيكي تحت، وهتصل انا اطمن. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سكتش بسيط كده بيمثل حالات كتير في مصر. حبيت ابدا بموضوعنا الشائك النهارده. موضوعنا النهارده شائك جدا. خلينا نتفق على شويه حاجات كده، ان الفيديو ده مش وجهه نظري للاسف الشخصيه، يعني مش وجهه نظر اللي انا هقوله او كلام من عندي هقوله. الفيديو ده هيبقى بدليل من اراء الائمه والعلماء في القضيه اللي هنناقشها النهارده. خلينا نتفق على حاجه كمان، ان الاحترام هو سيد الاخلاق. يعني حتى لو انت هتختلف معايا في الفيديو فلازم تبقى محترم، لان احترامك بيدل على تربيتك. تمام؟ تالت حاجة هنتفق عليها برضو، ان احنا كلامنا في الفيديو ده هيبقى خارج العرف او خارج الحاجة السائدة. ده هو كلام جديد واحنا بعض الناس بتجهل بيه. نتفق حاجة كمان، ان الفيديو ده موجه لبعض انواع الرجال اللي بتعمل كده، لان طبعا في رجالة محترمين جدا وبيقدروا زوجاتهم جدا، وفي زوجات محترمة جدا. تمام؟ نبدأ. بسم الله. اعرفكم بنفسي الاول، انا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات اسرية. موضوعنا النهارده هيتكلم عن خدمة الزوجة لزوجها وخدمة الزوجة لأهل زوجها، بين الفرض والفضل. تمام؟ نبدأ الأول بخدمة الزوجة لزوجها، وهل الموضوع ده فرض على الزوجة ولا الإسلام وديننا اتكلم فيه بشكل ايه؟ خلينا نتفق ان جمهور العلماء زي الإمام مالك وزي الإمام ابن القيم وزي الإمام أحمد بن حنبل وكتير من آراء العلماء مش فرضوا وقالوا ان خدمة الزوجة لزوجها ليست فرض، بل هو واجب على الزوج انه يجيب خادم ليها. يبقى خدمة الزوجة لزوجها ليست فرض، بل واجب على الزوج انه يجيب ليها خادم. ده بعض او جمهور العلماء قالوا النقطة دي. في بعض من الجمهور العلماء برضو قالوا على حسب العرف. يعني ايه؟ يعني لو الزوجة بتخدم او بتخدم في بيت اهلها وانت جايبها من بيت اهلها بتخدم والناس بتخدم عليها، يبقى واجب عليك انك تجيب برضو ليها خادم او خادمة يخدموها بمعنى اصح في بيتك او في الحياة الزوجية. تمام؟ طيب، بعض انواع الاراء برضو من الجمهور في القضية دي قالوا ان خدمة الزوجة لزوجها كنوع من انواع العشرة بالمعروف. يعني زوجك قايم بواجبات البيت خارج المنزل وبيجيب وبيروح ومش ميسر الحال عشان يجيب لك خادم، فانت بتردي له الحاجه زي كده بحاجه زي كده كنوع من انواع العشره بالمعروف بينكم انتوا الاثنين. تمام؟ في بعض الاراء برضو قالوا بيتكتب كده في العقد، يعني الزوجه لا تأسم من عدم خدمتها لزوجها ما لم يكتب هذا في العقد، يعني عقد الزواج. خلينا نتفق ان الاربع اراء اللي انا قلتهم دول كلهم متفقين ان الخدمه ليست فرض، يعني مش فيه هو فرض ولو الزوجه مش عملته تأسم. خلينا نتفق حتى لو في منهم اوجب انها تخدم كنوع من انواع المعروف ونوع من انواع العشره. يبقى خلينا متفقين ان خدمه زوجتك ليك هو نوع من انواع الموده والرحمه والرفق واللين وحبا وتقديرا فيك، مش فرض ولا اجبار عليها. تمام؟ خلينا بقى نقول حاجه للزوجه. دلوقتي زوجي بيقول لي بعد منال ولا اي حاجه، الاسم اللي انا قلته ده لو لي كوبايه ميه، هتقولوا لا والله اصل معلش الاسلام وديننا والاراء العلماء قالوا ان ده مستحب وان ده مش فرض. انتوا مش عندك دم ولا عندك احساس.
فكره ان اراء العلماء قالوا كده وان الدين قالوا كده مش يديك الحق انك تقولي له كده، ده غير ده خالص. يعني بمعنى صح تاني، ان اسلامك رفعك واداكي الحاجه زي كده عشان انت تعملي حاجه او تقدمي حاجه لزوجك بحريتك، او انها مش فرض عليكي، لا ده انت هتقدميها حبا فيه وتقديرا ليه. ولا لازم احنا نعمل الحاجه عشان تبقى فرض علينا؟ يعني لازم احنا نعمل الحاجه عشان اسلامنا فرض علينا دي فاحنا نعملها؟ لا، احنا هنعمل الحاجه دي عشان العشره بالمعروف، عشان الموده والرحمه اللي ديننا قال عليهم، علشان ان الزوج قايم بواجبه خارج المنزل، فمن حقه عليكي انك تقومي بواجبك داخل المنزل. مش تقولوا معلش اصل الخدمه دي مستحبه والجمهور العلماء اختلفوا فيها. لا، ما هو ده كده مش هينفع، يبقى انت كده مش متجوزه بقى، انت تروحي بقى تكملي حياتك في بيت اهلك احسن. كان اتفق على كده. يعني مش معنى كلامي ان اسلامنا مش فرض حاجه زي كده علينا ان احنا ناخدها بقى حجه. ماشي تمام. ادي حته موضوع خدمه الزوج لزوجها. وتعالوا نضرب مثالين. اول حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في بيته؟ كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، يعني بيعمل حاجات خاصه بنفسه في بيته، يعني بيساعد في اهل بيته. ستنا عائشه كملت الحديث وقالت ايه؟ ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم. معنى كده ان الرجاله كان بتعمل حاجات في بيوتها على ايام الصحابه. يعني نكمل الحديث كده وقول ستنا عائشه، نكمل قول ستنا عائشه مش حديث. فالرجال كانوا بيعملوا كده، كانوا بيعملوا حاجات كتير في بيوتهم. يعني معنى كده ان مشاركه الراجل في بيته مش هتقل من رجولته، مش هتنقص حاجه، ولا يمشي تبع معنى صح العرف السائد ده اللي بيساعد مراته. ده ولا اقول الكلمه، بلاش اقول الكلمه اللي بتتقال. ففكره انك ماشي ورا كلام الناس وانك مالكش شخصيه وانك بتخاف تقدر وتدلع مراتك قصاد اهلك عشان مثلا مش حد يقول عليك حاجه، ده كله كده مش في دينك ولا هي معاني الرجوله. كان اتفق على كده. تمام. طيب ندخل بقى على النقطه الثانيه اللي انا عامله الفيديو ده علشانها، وهو خدمه اهل الزوج. خدمه الزوجه لاهل الزوج. الاسلام مش فرض على الزوجه كفرض واسم خدمتك انت شخصيا، هيفرض عليها خدمه اهلك. طيب ادي حاجه التانية، بر الوالدين، يعني بر والدتك. مين اللي يحاسب عليه، حضرتك ولا زوجتك؟ حضرتك طبعا. زوجتك مش لها اي علاقه بالموضوع ده، ولا هتتحاسب اصلا يوم القيامه، ولا هتتحاسب قدام ربنا على حاجه زي كده. يعني حضرتك بر الوالدين اللي عماله يتكلموا والناس اللي عماله تتكلم في التعليقات وبر الوالدين وانا لازم اخدم امي، لا، حضرتك ممكن تنزل تخدم مامتك بنفسك لانك حضرتك المطالب بكده. اما مش فرض على زوجتك انها تنزل تخدم مامتك الا في حاله واحده، وانا بعتبرها حاله انسانيه وحاله تكرما وتقديرا للبني ادم اللي انت بتحبيه اللي هو زوجك، ان ما يكونش في بنات في البيت وان مامته لوحدها، مامته وباباه لوحدهم. فانت بتخدمي حبا في زوجك وتكرما ليه هو وتقديرا ليه، وانك فعلا هم سبب في وجوده، فانت بتنزلي تخدميهم علشان كده، مش بتنزلي تخدميهم عشان ده فرض عليكي انك تخدميهم، وان هو فرض عليكي واجبرك زي ما شفنا في السكتش اللي في الاول، والاهانه وقله الادب اللي بتطلع من الرجاله لزوجاتهم علشان الحته دي. لا، ده ظلم حضرتك. انك مثلا يكون في اخوات بنات في البيت وانك تختار زوجتك انها تنزل تعمل وغصب عنك هتنزلي تعملي، واخواتي مش ليكي دعوه بيهم. ليه؟ اخواتك دول البشوات ولا ايه؟ هو هي اللي هتتحاسب على بر والدتك ولا اخواتك وانت؟ لا، اخواتك وانت. يعني الملزم ان بخدمه الوالده والوالد انت واخواتك، حتى لو اخواتك متجوزين، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما يعني انا الله يكرمها مامتي كانت مقسمه بينها وبين اخواتها انها بتروح وتيجي على تيتا الله يرحمها. هما كل واحد ليهم يومين في الاسبوع، كل واحده بتروح وتيجي بعد ما بتخلص شغل بيتها وبتخلص مش حد من الناس بتاخد حجج، تاخد الكلام وتقصه، بعد بتخلص شغل بيتها وتخلص وتراعينا تروح تقضي ساعتين تظبط بيت تيتا ومش عارفه ايه. وكل واحده بتختار يومين خاص بقى في الاسبوع وبرضا الزوج، مادام الزوجه قايمه بواجباتها في بيتها وتمام، بتروح تخلص شويه الحاجات وكده وبعدين ترجع. وكانوا بالتراضي بينها وبين اخواتها. ايه المشكله لما اخواتك يعملوا كده؟ وايه المشكله لما ازواجهم يسمحوا لهم بكده؟ ايوه، ايه المشكله؟ يعني انا عايزه افهم ايه المشكله في الحته دي. مش في مشكله خالص، في مشكله احنا ماشيين على مزاجنا، ان احنا بنحكم وبندي حكومات وبنجبر الناس على حاجات مش فوق طاقتها اصلا. طيب نرجع تاني، الخدمه مش فرض، وان الزوجه لما بتنزل تخدم والدتك حبا فيك وتقديرا ليك ولازم تقدرها وتحترمها وتشيلها فوق راسك عشان هي مقدره حاجه زي كده. وانا بقول للزوجات مادام مامته مش موجود حد معاها ومفيش بنات، والله برضو اخواته مش بييجوا، ماشي، انتي حاله انسانيه
وفعلا الانسانه اللي جواكي وانك تعامليها على اساس انها مامتك وتشيلها في عينيكي، بس لازم يكون في احترام، لازم يكون في احترام ليكي انت شخصيا، منها ومن والد جوزك ومن جوزك. لازم نحترمه، ولازم يبقوا عارفين هما التلاتة ان الحاجه دي مش فرض عليكي، ده حبا فيهم فانت بتعملي كده. لو حاجه حصلت او عدم احترام منهم ليكي ما تنزليش، لان ده مش فرض عليكي. طب في مشاكل ما تنزليش، في قله ادب ما تنزليش. وممكن الكلام ده انا مش بقوله بمزاجي، الكلام ده كده ندخل كده هيبقى فيه فيديوهات كده ورا بعضيها بعد الفيديو ده، يعني بعد الفيديو ده هيبقى فيه تعليق كده، فيه فيديوهات لبعض الاراء من العلماء والائمه متكلمين في القصص دي كلها. ندخل بقى ونسمع صوت وصوره، عشان الناس فاكره ان انا بتكلم من عندي. احنا ماشيين بنعك في حياتنا، مش عارفين ايه الواجبات وايه الحقوق، وكل واحد حقه فين وكل واحد واجباته فين، والناس كلها بتتجوز وهي مش عندها ثقافه ولا عندها وعي. معظم الاستشارات اللي عندي لما اجي اقول لها طب انت في كذا، تقولي لا مش في كذا، انا ما اعرفش ان في كذا. يا بنتي انت مش عارفه اقل حقوقك، ولا جوزك عارف واجباته ايه ولا حقوقه ايه حتى. يعني انتوا متجوزين على اساس ايه؟ يعني مفيش ثقافه ولا في وعي. هي الناس بتهاجم وبس، بتهاجم عشان هو بقى انت ايه، دخلت في منطقه الامان. انا دخلت في منطقه الامان بتاعه، هو عايش حياته بقى بمزاجه ومجبر مراته مش عارفه بيعاملها ازاي. فانا بقى لما اتكلم مراته مثلا ممكن تاخد بالها، البيت يقوم مش عارفه ايه. لا، امشي في حياتك صح، عامل مراتك بما يرضي الله، ما تبقاش ظالم. المكانه بتاعت زوجتك والمكانه بتاعت مامتك كل واحد بعيد عن التاني في مكانته. ما ينفعش دول الاتنين دول، دي حاجه ودي حاجه. دي امك اللي ربتك واللي كذا واللي فرض عليك انك تخدمها، مش فرض على زوجتك. ودي زوجتك اللي انت واخدها من بيتها مكرمه علشان تبقى زوجه مش خدامه، عشان بس ما نفرق. تمام؟ ففكره ان الزوجه بتنزل تخدم اهلك يبقى انت تشيلها فوق راسك، انها بني ادمه محترمه انسانه بتحس، مش انك تجبرها. لا ما نزلتيش النهارده يا هانم، مش نزلت النهارده ليه؟ ليه يعني؟ هي تعبانه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما انت ذات نفسك تيجي من الشغل تنزل لهم؟ ايه المشكله برضو يعني هتبقى احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هتبقى احسن من الصحابه؟ ايوه، ايه اللي وراك؟ ايه الشغل اللي وراك اللي طالع عينيك فيه هيبقى اكتر من الدعوه اللي الرسول كان شايلها، والرساله والصحابه وتبليغ الرساله هيبقى اكتر منها. ايه على فكره شغلك ده ما يجيش حاجه فيهم اللي حضرتك بتقولها، لا تعبان وشقيان. فكره احترامك واسلوبك مع زوجتك تخليها تعمل اللي هي تخليها هي تعمل بنفسها اي حاجه. اما قله التقدير وقله الاحترام ما بتجيبش غير الكره وشيلان في النفوس لغايه لما تنفجر. يا ريت الفيديو ده يصحصح الناس ويفوقهم، وارجو ان يكون عمليه التشطيف لبعض الرجاله كويسه جدا وليله اعجابكم. ويا ريت نتقي الله في النساء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا في خطبه الوداع، ونفتح الخطبه كده ونقراها عشان ما نطولش الفيديو. ووصى قوي بالنساء، يا ريت نتقي الله في النساء. يعني الاكتر حريم صبره هي الحريم المصريه، خدوا بالكم. يعني لو عملنا مقارنه بين الحريم المصري، بيكون من موضوع النكد، لان النكد ده اصلا لا اما بيبقى طبع، لا اما بتبقى الحياه اصلا صعبه من جوه، وان الراجل اصلا ليه طباع معينه فالزوجه بتنكد ماشي، ولا طبعا ليها اسباب كتير جدا، فنركن النكد ده على جنب. فكره ان الزوجه اكتر زوجه صبره هي الزوجه المصريه. بصوا كده، خشوا كده في الاحصائيات واقروا كده الاحصائيات والدراسات، ما حدش يتكلم كده من غير دراسه. فنخش نقرا كده هيتضح ان اكتر زوجه صبرة على زوجها ومحترماه وبتشيله وجدعه هي الزوجه المصريه. فيا ريت نقدرهم ويا ريت نحترمهم ويا ريت نبقى احنا محترمين في اسلوبنا، ويا ريت ما يتكررش السكتش اللي انا عملته من شويه ده اللي جات لي حالات كتير بسببه. هختم الفيديو. خدمة الزوجة لزوجها ليست فرض، بل هو معاشرة بالمعروف وود منها واحترام وتقدير وطاعة لله، وانها فعلا بتقدر الحياة الزوجية، مش فرض ابدا عليها. خدمة الزوجة لاهل زوجها مش فرض، وهو فضل مش فرض، فضل. وهي في حالة واحدة بس، ان تكون الام مش موجود جنبها حد، فهي بتخدم علشان خاطرك واحتراما منها ليك واحتراما لوالدتك. مش يكون في البيت حد غيرها، يعني مش يكون في اخوات بنات موجودين. مادام في اخوات بنات يبقى هي مش فرض عليها انها تنزل تخدم والدتك، لا اخواتك موجودين. ولازم تقدر انت كده كويس. ويا ريت قبل ما تتكلم وتعارض وتقول لا ومش لا، تعرف بر الوالدين وبر والدتك على مين، عليك ولا على زوجتك. يا رب تكون الفيديو ده عجبنا. طبعا الفيديو هيعجب الحريم اكيد. يعني ما تنسيش دورك كويس جدا مع زوجك، ان هو بيتعب وبيشقى عشان خاطرك، وان الحياه الصعبه اللي حوالينا
مش هتخليه برضو يقوم ويشاركك في البيت، فبرضو مش تاخديها على الحامي او تاخدي الحاجه دي وتتكي عليها. مادام هو بيقدرك وبيحترمك وفعلا مقدر دورك وبيشيلك فوق راسه، فما تضايقيش معاه في الحاجات دي، وما تضايقيش معاه كمان في خدمه والدته مادام مفيش حد في البيت غيرها او غير والدته. الفيديو ده ممكن يوصل 10,000، ده النسبه بتاعتي بتوصل 10,000 شخص، بس بايديكي انت بقى، لان انا متاكده 100% ان الرجاله مش هتشير الفيديو، فبايديكي انت توصليه وتوصلي الفكر ده عشان الرجاله تفوق، وعشان برضو الحريم تفوق، يوصل لمليون زي الفيديوهات او زي الفيديوهين اللي وصلوا. فكل واحد فعلا ايجابي وعايز يغير في المجتمع هيشير الفيديو، وكل واحد سلبي وشايف ان الموضوع عادي بقى وكتب على الخبر يا ابني، ومش عاوزين نخلي الحريم يفوق يا ابني، ومش عايزين نخلي الحياه سالكه كده، ومش عايزين بقى مشاكل ودوشه وعايزين نفتح نخش، لا خلي بقى الفيديو على جد. تمام؟ فيا ريت مش ناخد الحاجه بعصبيه قوي، ولا ناخد الحاجه بمحض انها لا فرض واجبار. تاكدوا 100% ان الاسلوب بيصنع المعجزات. اسلوبك مع زوجتك هيخليها تعمل اي حاجه انت عايزها، بدل انت اسلوبك محترم وبتقدرها وبتهتم بيها، فهي هتدور على الحاجه فعلا اللي تسعدك وهتعملها، ومن ضمنهم خدمه والدتك ووالدك. طولت عليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، واخر مره ان شاء الله يا رب ما نشطف حد تاني نشير الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هشام.